طيب شو برأيك انه الشاب ممكن يقبل يرتبط ببنت تعرف عليها؟ حسب الشاب شو بده يعني. هلا والله اذا الشاب كان يعني اخلاق وزلمه بصراحه ما بيقبل بهيك شيء. يعني هذا انت مثلا يقبلوا هداها بعدين يعني عادي بتصير. ايه بس هلا اي شاب يعني بيقبل انه مرته تترقص على التيك توك مثلا؟ لا، في كثير بتحسي عادي عندهم. ايه هدلون ساعتهم ما بعرف اذا محسوبين على الشباب. طيب بدي اسالكم شو رايكم بالبنات اللي عم نشوف؟ مرحبا، اهلا، كيفك؟ الحمد لله تمام، انت كيفك؟ وانت كيفك؟ الحمد لله تمام. عارفيني عن حالك؟ بوران. بوران، وانت؟ عليا. عليا وبوران. بدي اسالكم شو رايكم بالبنات اللي عم تطلع على السوشيال ميديا على التطبيقات تعملوا تحديات رقص وغنى وما بعرف شو، بما انه هالتطبيقات تحت هجة انه بتجيب مصاري. ايه هلا بس هالشي يعني كتير سيء وانا ما بيعجبني ابدا بصراحه. يعني انا كبنت هالشي مو عاجبني، فكيف الشباب بالعكس هيك انه هن البنات مفكرين حالهم انه بهالاسلوب رح يجيبوا متابعين ويجيبوا انه خلص كتير انه هن اوفر، عاد ما بيعرفوا انه هالشي يعني شيء مقرف. يعني بصراحه ما حدا بيعجبه هيك شيء. انت شو برايك؟ انه شيء حرام تطلعوا ترقصوا على اليوتيوب مشان مصاري، حرام هالشيء. طيب شو برايك انه الشاب ممكن يقبل يرتبط ببنت تعرف عليها؟ حسب الشاب شو بده يعني. هلا والله اذا الشاب كان يعني اخلاق وزلمه بصراحه ما بيقبل بهيك شيء. يعني هذا انت مثلا يقبلوا هداها بعدين يعني عادي بتصير. ايه بس هلا اي شاب يعني بيقبل انه مرته تترقص على التيك توك مثلا؟ لا، في كثير بتحسي عادي عندهم. ايه هدلون ساعتهم ما بعرف اذا محسوبين على الشباب. طيب بدي اسالكم شو رايكم بالبنات اللي عم نشوفها بالشوارع عنا عم تأوفر باللبس بالحركات؟ شو رايك فيهم؟ هذا حرام كتير وقصير وكله حرام. عم يعملوا برايك؟ ممكن لفت النظر ولا حريه شخصيه ولا شو؟ لفت النظر اول شيء، وما بعرف اذا حريه شخصيه. هلا كمان يعني هن حرين بلبسهم، بس كمان في شيء اسمه احترام الشارع، احترام الطريق. يعني انتم ماشي مثلا بمكانكم تحترموا انه لبسكم تقصروا هيك يعني كمان يعني. طيب احيانا نحن وقت نقول لهم هيك للبنات او البنات هدول اللي بيلبسوا هيك بيقولوا انه نحن معقدين، انه نحن عم نقول لهم انه لا مو معقدين قصة تعقد، بس هن يعني لو بيقرأوا شوي بالدين بيفهموا. عرفتي طيب كيف؟ برأيك انت مع او ضد فكرة المساكنة قبل الزواج؟ ضد. ضد، تمام اكيد ضد، كلياتنا ضد. برأيك هذا الشيء ده ممكن يأثر سلبا على البنت نفسيا؟ اول شغلة بتخسر سمعتها، وبالعكس لكي لا ما في شاب هنا بيحب هالشي، كلاتهم كذابين، بياخذ من الصبية كل شيء بده اياه بعدين بزتها، ولا تقولي لي الشاب بينوسخ فيه، كلياتهم مثل بعضهم. برافو عليك. الله يحفظك. شكرا كثير. يا هلا، كيفك؟ تمام الحمد لله. عارفيني عن حالك؟ سوسن الحمصي. سوسن بدي اسالك، هلا نحن كثير شفنا انتشار كبير للتطبيقات اللي بيجو لايف وغيرهم، وشفنا كثير البنات صارت تنزل عليهم سواء بشكل صحيح بشكل غير صحيح من تحديات رقص وغنى وتعارفات وهذه القصص، شو برايك بهذا الشيء؟ هلا هذا كل واحد بيمشي على قناته بالاخر، كل واحد بيشوفه مناسب له بيمشي عليه. يعني انا عندي يا سوسن شو برايك؟ هلا هو شيء غلط، يعني هلا صار كثير يعني هي المظاهر بشعة، بس يعني كل واحد مثل ما قلت لك كل واحد بيمشي على قناعته بالاخر. طيب وبالبنات اللي عم تأوفر كثير بلبسها، شو السبب البنت حتى بتصير هيك فجأة؟ هلا هي مو فجأة، هي كل واحد وقناعته، انا ما بعرف يعني ما فيني اعمم على اي حدا وكل واحد وقناعته. طيب شو رايك ببنات هالايام انت وشباب هالايام؟ ما عاد عجبونا ابدا. شو السبب؟ ليش انه بتحسيهم كثير تفكيرهم صار بعيد عن تفكير قبل؟ ليش؟ هلا قبل كان في التزام اكثر، كان في تربيه اكثر، هلا كل واحد صار ما بعرف يعني. برايك شو الشيء اللي خلى التربيه تقل او قله الوعي تقل عنا؟ يمكن ظروف البلد هيك حكمت علينا، او صار انفتاح اكثر، يعني كل واحد طلع من منطقته اللي بتكون مثلا شوي متحفظه لمنطقه ثانيه بتكون انه منفتحه، فصار يتعلم من بعض. طيب برايك بالنسبه للتعارف للشاب والبنت قبل الخطبه والزواج هذا الشيء منيح لما لا؟ هلا اكيد منيح، بيعرفوا بعض اكثر بس بحدود، كمان كل شيء بحدود. شو الحدود بالنسبه لك اللي لازم تكون؟ هلا انه بس تعرف يكون يعني الاهل يكونوا بيعرفوا الموضوع، مو انه في هلا بنات بتعرفوا يعني فتره طويله بالاخر ما بتزبط، لا هذا الشيء مو ظابط يعني بالاخر. شكرا كثير. اهلا وسهلا. كيفك؟ الحمد لله. عارفيني عن حالك؟ انا شاديه. اهلا وسهلا يا شاديه. شاديه بدي اسالك، هلا في فكره كثير نازله عنا بالمجتمعات انه البنات عم تأوفر شوي بلبسها، الشباب كمان نفس الشيء،
برأيك شو مفهوم الحرية الأخلاقية بالمجتمع عنا؟ الحرية لها ضمن حدود، يعني كان لبس ولا مكياج ولا الشاب يقص شعره، يعني الواحد في عنده عقل شوية، مو كتير يضوج على حاله، اللي بيحلق نص شعره وبيترك نص شعر، أنا هي بنتقدها. والبنات يعني المحجبات فظيعين، لبس ضيق ومكياج كتير كتير اوفر. انا اشلحي لها الحجاب احسن لك. طيب برأيك هلا في البعض بيقول انه خلص تصطفل، هيدي حرة بتعمل اللي لا بدها. مو حرة، في حدود، في ادب، في احترام. طيب بالنسبة للأوفر كتير هلا عند البنات صايرة، برأيك ليش؟ شد انتباه للفت النظر شباب، والشباب لفت نظر للبنات. برأيك ممكن بهالطريقة يلتفتوا النظر وهيك؟ هن ملفتين بس مو الواحد معجب، مو كل واحد يطلع فيكي معناته معجب فيكي، لا. صح. طيب بدي اسالك هلا، نحن كثير عم نشوف هلا برامج وتطبيقات على الفيس وغيرهم مثل البيجو لايف وغيرهم، تمام؟ اكيد عندك فكره عنهم. شو برايك بالبنات اللي عم تطلع عندهم، يعني احيانا في بنات مثلا بتعمل كثير اشياء، يعني بتعرفي انت شو برايك بهذه التطبيقات وبالنسبه للبنات اللي عم تستخدمها؟ والله يعني انا برايي هي لهون وصلنا، بس الله يهدينا، يعني ما بعرف شو بدي اقول لهم. هلا برايك انه عادي بهالوقت مثلا انه عادي البنت تعمل تطلع هيك مثلا يرقصوا عليه، يعملوا عليه، يغنوا عليه؟ لا عيب عم اقول لك عيب، في مبادئ، في اخلاق، في يعني ما بعرف، كل واحد هو واخلاقه. طيب هلا بدي اسالك سؤال، تمام؟ البنات والشباب احيانا بفتره قبل الزواج بحبوا يتعرفوا على بعض اكثر، في منهم بيتجه نحو المساكنه، بعض الدول نحن ما عندنا هذا الشيء حاليا، تمام؟ مخفي، بس مخفي. شو برايك فيه؟ غلط، والاهالي يعني كثير مسيبين اولادهم، ما عاد اهتموا لاولادهم، هذا كثير غلط. طيب ما عاد اهتموا، بيطلعوا بالليل بيرجعوا ايمت، ما بيتفرق معهم الاهالي. ليش برايك وصلنا لهالدرجه من لا مبالاه؟ مثلا صرنا انه نحلل قلة وعي، قلة تدبير، قلة فهم، كل شيء. طيب شو بتنصحي البنات اللي هلا اول طلعتها؟ ينتبهوا على حالهم ولا يدهوروا حالهم، ولا يعني الواحدة ما بتلفت نظرها بلبسها المغري ولا مكياجها ولا حركات المايعة، يعني هاي الحركات المايعة أنا كتير بتضايق منها. ايه يعني الواحد بأدبه وباحترامه بيلفت نظر، والله بحشمتها وبأدبها وأخلاقها بتلفت نظر أكثر من يلي لابسة تنورة شبر وبلا شيء. شكرا كثير. أهلين، كيفك؟ تمام الحمد لله. عارفيني عن حالك؟ سيدرا. سيدرا بدي اسالك، هلا في كثير بنات من عمرك من جيلك عم تطلع على البيجو لايف على التيك توك، عم يعملوا تحديات رقص، غناء، ما بعرف شو اللي هي، شو رايك فيهم؟ هلا ما كثير انا بحب هي الفكره انه هيك بيطلعوا وبيغنوا وبينشروا حالهم، يعني انا ضد هي الفكره. هلا يعني تعدوا انه بس يطلعوا وينشروا، صاروا اكثر يعني علاقات وما علاقات، فانا ضد هي الفكره. تمام، مثل ما قلتي انت صاروا انه هيك يعني اوفروا شوي، يبالغوا شوي، يطلعوا برا الحدود، اوفر بالموضوع. تمام. برايك ممكن الشاب يقبل يرتبط ببنت بتعمل هيك شيء؟ لا. شو السبب؟ لانه ما حيرضاها انه ياخذ بنت هيك، يعني هي ناشره كل صورها وناشره حالها يعني، وصاروا يفظعوا باللباس وهيك شغلات، هو ما حيرضاها كزوجه مستقبليه او هيك شيء له. طيب بالنسبه لللباس كثير عم نشوف نحن بنات عم تأوفر بلبسها بالطريق، صح هذا الشيء؟ مزبوط. شو برايك انت؟ هاي حريه شخصيه بتقولي لما تشوفي؟ هلا كل واحد وحريته الشخصيه، يعني ما دخلني بالعالم. ممكن يكونوا بدهم يلفتوا نظر او شيء. هلا ايه في لفت نظر بالموضوع، خصوصا هون صايرين يعني البنات كثير عم يفظعوا باللباس، بس كل واحد هو وحريته الشخصيه. برايك البنت امتى بتكون عم تلفت نظر بشكل صحيح؟ هلا لما ضحكتها عاليه ولباسها هيك ما بعرف كيف طالعه شوي شبه عاريه. بس هذا شيء غلط، بيكون شيء غلط مو مزبوط. ايه غلط بشكل انه يعني عن جد ضمن الحدود، يعني بشكل محترم. هلا هي لازم تلبس ضمن الحدود كمان، مشان انتقادات العالم كلها بتوجهها على البنت، يعني عرفتي كيف؟ شكرا كثير.